المقاهي النهاردة بقت أكتر من مجرد مكان لشرب القهوة، بقت كأنها متاحف صغيرة بتحكي تاريخ وهوية المدن. كل مقهى تاريخي أو أيقوني بيدي المسافر فرصة يعيش تجربة مختلفة، يشوف الحياة اليومية عن قرب ويتعرف على تفاصيل الثقافة والعادات اللي الكتب ساعات ما تقدرش توصلها. في أوروبا باريس بتتصدر المشهد بمقهى كافيه دو فلور وليدو ماجو المرتبطين بفلاسفة وكتاب زي جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار. وفي فيينا مقهى كافيه سنترال كان ملتقى للشعراء والمفكرين بأجواءه الأرستقراطية. وفي إيطاليا كافيه فلوريان بالبندقية بيجمع بين القهوة والموسيقى والتاريخ العريق. خارج أوروبا مقاهي زي إسطنبول ماندا باتماز بتقدم تجربة أصيلة للقهوة التركية. وفي بونس آيرس كافيه تورتوني بيحافظ على ديكور كلاسيكي وذكريات الفنانين. أما نيويورك ففيها كافيه غرامبي وبلو بوتيل كوفي بيعكسوا نبض المدينة المعاصر. جولات المقاهي دي مش مجرد فنجان قهوة، لكنها نافذة على روح المدينة، مكان للاسترخاء ومشاهدة الحياة اليومية، وبتدي للمسافر ذكريات أعمق من أي صور أو معالم سياحية.